السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة، واللابتوب اللي معانا النهاردة لابتوب جامد جدا. الناس كلها بتحبه، بتحب شكله، بتحب وزنه، بتحب أدائه. اللابتوب اللي معانا النهاردة اسمه HP ZBook 15 G5 ستوديو، الفئة الورك ستيشن اللي نازلة ببروسيسور زيون 2186M بروسيسور ورك ستيشن. لابتوب قوي جدا، شكله حلو قوي. بس قبل ما نبدأ بالحلقة ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد من غير ما نرغي كتير. يلا نبدأ بالفيديو على طول. اول حاجه هنبدا بيها هو الشكل وخامات اللابتوب ده. شكل اللابتوب زي ما انت شايف كده شكله جامد جدا، ومعاه لوجو HP الجديد. النسخه دي النسخه اللي هي الاستوديو بتبقى رفيعه شويه، النسخه الثانيه اللي هي العاديه بتبقى تخينه وفيها الكيبورد الكامل. النسخه اللي معانا النهارده ما فيهاش كيبورد كامل، نسخه عاديه جدا، نسخه جامده جدا زي ما انت شايف كده. الشكل بتاعها رفيع ووزنها اخف شويه من الثانيه للناس اللي بتحب الاوزان الخفيفه، وكمان الشكل القوي. لو بصينا على التهويه بتاعه اللابتوب ده هتلاقي من الجنب ده في تهويه هنا المروحه بتاعه البروسيسور، ومن الناحيه الثانيه هتلاقي في تهويه ثانيه بتاعه الفيجا. ده برده في مروحتين، واحده لكارت الشاشه وواحده للبروسيسور. وعندك برده فتحه تهويه هنا كبيره برده عشان تهوي على الاثنين. وفي طبعا الكاوتش ده عشان يسند اللابتوب وانت بتحركه من على المكتب ما يتزحلقش منك وانت قاعد عليه. مسامير اللابتوب ده كلها طبعا زي ما انت شايف كده من النجمه، مسمار نجمه مش مسمار صليبه زي بقيه اللابتوبات. لو بصيت من قدام هنا هتلاقي لوجو HP الجديد، وفي هنا كسرات بسيطه مديه شكل جامد لللابتوب. هتفتح اللابتوب هتلاقي كمان في فيس اي دي. في نسخ بتنزل من غير فيس اي دي، بتنزل بكاميرا بس. النسخه اللي معانا النهارده فيها فيس اي دي وفيها فينجر برينت، والكيبورد بتاعها طبعا باك لايت بس مش كامل، ما فيهوش ارقام في الجنب. الارقام بتاعته موجوده هنا لان دي النسخه الاستوديو. النسخه العاديه اللي هي الجي 5 العاديه هتلاقي فيها ارقام في الجنب واتخن شويه، وطبعا البطاريه بتاعتها بتتشال مش زي ده بيلت ان. عشان تفكها لازم تفك الظهر كله. وكمان الميزه هنا ان التاتش باد بتاعت الموديل ده ما فيهاش كليكات زي الجي 5 العادي. كليكات برده بتدي شكل مش حلو قوي زي اللي هي ما فيهاش دي. ما شاء الله ما فيهاش هنا، وكليكات من تحت هنا شكلها جامد جدا. ومعظم الناس بتحب التاتش باد دي اللي هي ما فيهاش زراير. ما بتحبش الزراير عموما، بتحس انها شكل قديم شويه. شاشه اللابتوب ده صورتها جامده جدا، نازل بشاشه 15.6 بوصه فريمليس زي ما انت شايف كده بدون حواف، بس الحواف من فوق طبعا كبيره شويه عشان خاطر الفيس اي دي. جوده الصوره بتاعته فول اتش دي 1920 في 1080، ودي جوده فول اتش دي. كمان في هنا خاصيه في اف 2، ده زرار اف 2 ده اسمه سكرين برايفسي. لو انت دوست عليه هتلاقي اضاءه الشاشه اختلفت شويه زي ما انت شايف كده، ودي انا هجيبها لك من الكاميرا اللي فوق. هتدوس كده هترجع شاشه عاديه، ودي طبعا اي حد يقدر يشوفها من اي زاويه زي ما انت شايف كده. ولو عملت كده هتلاقي بس اللي قاعد على اللابتوب هو اللي قادر يشوف الشاشه. لو عملنا كده هتلاقي فيه غيامه بيضاء مش هتقدر تشوف اي حاجه من الشاشه، ودي حاجه يعني انا مش شايفها اوبشن كبير بالنسبه لي، بس في ناس طبعا بتحبها وبتحب تشتغل بيها. هو اوبشن بس زياده في اللابتوب بيداري الشاشه عشان محدش يشوف انت بتعمل ايه. ده اسمه سكرين برايفسي، اللي يقدر يشوف الشاشه بس اللي قاعد على اللابتوب، انما اي حد جنبك ما يقدرش يشوف انت بتعمل ايه. ودلوقتي هنشوف المخارج والمداخل بتاعه اللابتوب ده. في الجنب اليمين هتلاقي مكان لاس دي كارد، دي عشان تطلعها بتطلع بشياكه جدا. بتدوس هنا ودي بتطلع من الجنب كده زي ما انت شايف، وترفعها مش بتطلع زي بقيه اللابات، ليها تكه غريبه كده ما شاء الله شكلها حلو قوي. وكمان عندك هنا سوكت السماعات لو عايز توصل سماعات خارجيه، ودي فتحه التهويه بتاعته اللي هي بتاعه البروسيسور. وعندك كمان هنا HDMI لو عايز تعرض على تلفزيون كبير. وكمان في 2 تايب سي، ممكن برضو تشحن اللابتوب تايب سي بس بشاحن فوق ال 90 واط، وده مخرج الشحن بتاعه اللي هو السوكت العادي البلو بين. من ورا هنا مفيش اي مخرج او مدخل لللابتوب، هتلاقي هنا بس كلمه موبايل ورك ستيشن، ودي طبعا كلمه مشهوره في كل اللابتوبات الورك ستيشن بتاعه HP. مكتوب في اي لابتوب من ورا هنا موبايل ورك ستيشن، دي من اجهزه الورك ستيشن. لو لفيت اللابتوب من الجنب الشمال هتلاقي فيه كمان 2 USB 3، وده مكان اللي هو اللوك بتاعه، لو ده عشان لو هو محطوط في محل او حاجه بيربطوه هنا بقفل. ودي فتحه التهويه بتاعته، والسماعات بتاعته من تحت زي ما انت شايف كده سماعات قويه جدا وصوتها عالي قوي. كمان النسخه اللي معانا دي نازله بشاشه 120 هرتز، ودي شاشه هتديك اداء عالي جدا في الالعاب لو انت بتحب الجيمز. وكمان الريفريش ريت بتاعها عالي 120 هرتز مش زي بقيه اللابتوبات بتبقى 60 هرتز. بعد ما شفنا المداخل والمخارج بتاعه اللابتوب ده، تعالى بقى نبص على المواصفات الداخليه للجهاز. رامات كام، في SSD كام، الفيجا بتاعته رقمها كام، وحجمها قد ايه. فتحنا اللابتوب، وطبعا زي ما وعدتكم اسرع طريقه تجيب بيها المواصفات هتدوس ويندوز واكس وبعدين حرف التي، هيجيب لك حاجه اسمها تاسك مانجر تختار منها بيرفورمانس. بعد بيرفورمانس تلاقي حاجه اسمها CPU. هنا عندنا البروسيسور ده بروسيسور ورك ستيشن، هو مش مخصص للالعاب بس بيشغل طبعا العاب. هو بروسيسور انتل زيون 2186M، وده بروسيسور الهرتز بتاعه 2.9 جيجا هرتز مع 6 كور و12 ثريد. وده بروسيسور قوي جدا لو انت قارنته بالاي 7 اللي هو
الجيل التاسع 9850 اتش زي ما انت شايف كده. انا هجيب لك برده بنش مارك بين البروسيسورين، هتلاقي البروسيسور الانتل زيون بيتفوق عليه بحوالي 4% بين الانتل كور اي 7 9850 اتش والبروسيسور الانتل زيون 2186 ام. ما شاء الله اداؤه اعلى من الاي 7 التاسع. نيجي بقى للرامات، والنسخه اللي معايا دي نازله برامات 16 جيجا، في منها نسخ بتنزل برامات 32، واللابتوب ده قابل للزياده، ممكن يوصل معاك لحد 64 جيجا. الموديل ده فيه بنكين رامات بس، مش زي الجي 5 العادي فيه 4 اماكن، لا ده فيه بنكين بس للرامات، وطبعا دول كفايه، انت مش محتاج رامات اعلى من 32 او 64 جيجا. لو وصلتها لحد 64 جيجا انصحك تغير النسخه دي وتجيب نسخه اقوى جيل 10 او جيل 11. نيجي هنا الاس اس دي بتاعه، نلاقي اس اس دي سامسونج 512 جيجا، وطبعا ما اعرفش فيه اماكن قد ايه للهاردات، برده هنفتحه في نص الحلقه كده ونعرف فيه اماكن الهاردات قد ايه. طبعا ده كارت شاشه الانتل، نازل بكارت شاشه انتل يو اتش دي جرافيك بي 630، وده كارت شاشه برده قوي جدا لو انت عايز تشغله فوتوشوب او الحاجات البسيطه، هو اوتوماتيك بيشتغل بالحاجات البسيطه. ومعاه كارت شاشه تاني من نوع انفيديا كوادرو بي 1000، وده بحجم 4 جيجا دي دي رام 5، والكارت ده طبعا قوي جدا، موجود في كل نسخ الجي 5 الزد بوك الجي 5، وكمان نسخ الديل بريسيجن 75 30 او 55 30. طبعا كارت شاشه قوي جدا، بيشغل العاب كويس جدا، وبرده هنجرب لكم عليه العاب، والاساس بتاعه برامج هندسيه تقيله، هنجرب عليه 3 دي ماكس اوتوكاد برده في الحلقه ونشوف برده اداؤه عامل ازاي. بس ما شاء الله كارت كويس جدا، الحجم بتاعه بيبقى 4 جيجا. ودلوقتي جه ميعادنا بقى ان احنا نفتح اللابتوب من جوه ونشوف فيه ايه، نشوف فيه كام بنك رامات، المراوح بتاعته والتبريد بتاعه عامل ازاي، ونشوف طبعا بيشيل اتش دي دي او لا، وبيشيل كام نسخه من الاس اس دي. بس قبل ما نفتح اللابتوب ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناه، بقدم محتوى جامد جدا بخصوص اللابتوبات الاستيراد خارج. ويلا بينا نفتح اللابتوب من جوه ونشوف فيه ايه. هنقلب اللابتوب على ظهره كده عشان برده ما يتخربش، احنا طبعا اي لابتوب عندنا بنفتحه بالمنظر ده على حاجه تكون ناعمه شويه ما تخربش اللابتوب. المسامير بتاعته نجمه، وده المفك اللي شقيان معانا طبعا مطلعين عينه مركبين فيه ايفيز هنا عشان نربط فيه مغناطيس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فتحنا اللابتوب، هنركن بس الظهر بتاعه على جنب. بسم الله الرحمن الرحيم. هنلاقي هنا كفر ما شاء الله للرامات، عندنا هنا ده بنك فاضي، ودي الحته الرامه 16 زي ما انت شايف كده، وده مكان الاس اس دي بتاعه، راكب هنا ام 2 512 نسخه ان في ام اي سامسونج. دي فتحه التهويه بتاعته، والمروحه دي المروحه الخاصه بكارت الشاشه، طبعا بتاخد السخونيه من هنا بتطلعها من هنا، والنسخه الثانيه بتاعت المروحه طبعا بتاخد السخونيه من البروسيسور وتطلعها هنا. وده الكارت الانتل ما بيبقاش ليه تبريد طبعا عشان ما بيسخنش زي كروت الشاشه الثاني او البروسيسور. ودي البطاريه بتاعته، البطاريه الاوريجينال ما شاء الله كويسه جدا. وعندك هنا السماعتين بتوعه، سماعتين قويتين، كمان في سماعات من قدام هنا، طبعا انا ما جبت سيرتها، هنا في سوكت اهو ده باين للسماعات. عندك هنا سماعتين دول غالبا بتوع البيز، ودي السماعات الثانيه بتبقى قدام بالشكل ده. لو بصينا على اللابتوب هنا هنلاقيها، انا كنت فاكرها فعلا بتاعه تهويه بس طلعت ده مكان لسماعات ثانيه. هنفصل البطاريه برده عشان ايه واحنا شغالين مفيش حاجه تحصل مننا. السوكت بتاع البطاريه اهو، هنعمل كده وكده، فصلنا سوكت البطاريه نقدر نشتغل على اللابتوب زي ما احنا عايزين. هنلاقي هنا كارتة الواي فاي بتاعته، دي كارتة بيلد ان، دي مش بتتشال تتركب زي بقيه اللابتوبات، بس طبعا من الصعب انها تبوظ. ودي الانتنه بتاعتها. عندنا هنا كمان سوكت الفلاته بتاعت الشاشه، واللابتوب ما شاء الله حالته كويسه جدا زي ما انت شايف كده، مش متبهدل وحالته ما شاء الله كويسه. طبعا معظم اللابتوبات اللي بتيجي استيراد خارج بتبقى حالتها زي ما انت شايف كده نضيفه جدا، غير الاستعمال المصري بيبقى متبهدل شويه، وكمان خامته بتبقى قليله. الظهر زي ما انت شايف كده برده معدن، وكمان اللابتوب بقيته كلها معدن. تبريد اللابتوب ده قوي جدا زي ما انت شايف كده، الخامه معدن، وكمان كارت جرافيك لوحده، والبطاريه ما شاء الله كبيره، فهتلاقي ما شاء الله اداء اللابتوب ده جامد جدا معاك لو انت بتشتغل برامج هندسيه. بس طبعا انا مش بنصح الناس تشتغل على البطاريه وهي بتشتغل برامج هندسيه عشان مش هيديها اداء كويس. انا بنصح الناس انها توصل الشاحن، لو بتشتغل ريندر او جرافيك تقيل لازم توصل الشاحن عشان يديلك اعلى اداء لللابتوب مع الباور. طبعا اللابتوب فيه نسخه واحده بس من الاس اس دي اللي هو ان في ام اي، بيشيل هارد واحد بس ما يقدرش يشيل هاردين. طبعا ممكن تغيره ل 1 تيرا او 2 تيرا زي ما انت عايز، اللابتوب بيقرا مساحات عادي. هنركب سوكت البطاريه تاني ونقفل اللابتوب من تحت لفوق. بتركب طبعا الشفه دي بتنزل تحت الاول كده، وبعد كده بتركب اللي فوق كده كليبسات كلها، تلاقي اللي تحت اتقفل كويس اهو. وتجيب المفك النجمه بتاعنا ونقفل المسامير تاني. بسم الله.
وبعد ما قفلنا اللابتوب هنقلبه تاني على وشه كده وكمان نشغله. بسم الله الرحمن الرحيم. زرار الباور من الشمال هنا. ودلوقتي جه ميعادنا اننا نشغل شويه جيمز على اللابتوب ونشوف اداؤه عامل ازاي. نزلنا عليه جي تي اي في، ودي اللي بنجرب بيها اللابتوبات على طول، وكمان علينا الاعدادات بتاعتها على الاخر عشان نشوف برضو اداؤه عامل ازاي في اللعبه. بس طبعا انا مش بنصح الناس انها تعلي اعدادات اي لعبه عشان دي بتضغط على اللابتوب. احنا بس بنجرب ونشوف اللابتوب اخره ايه. وطبعا علينا اداء اللعبه على الاخر وشفنا ادائها ما شاء الله كان تحفه وكانت سلسه جدا، ما هنجتش معانا ولا ليجت. هنجرب عليه كمان لعبه سبايدر مان ونشوف برضو ادائها عامل ازاي، بس دي هنخلي الاعدادات بتاعتها متوسطه برضو عشان نشوفها اذا كانت هتليج معانا ولا لا. وما شاء الله اشتغلت كويس جدا وبرضو ما هنجتش، وكمان ممكن تعلي الاعداد بتاعتها وبرضو ان شاء الله هتشتغل معاك كويس من غير اي تعليق او اي لاج. كمان دلوقتي هنفتح عليه الفوتوشوب والاوتوكاد والالستريتور وكمان ال 3 دي ماكس ونشوف اداء الثلاثه عامل ازاي مع بعض. طبعا انت مستحيل تشتغل على الثلاث برامج مع بعض لان كل واحد فيهم بيعمل حاجه شكل، فانت مستحيل تركز في الاربع حاجات مع بعض. بس احنا قلنا نتك على اللابتوب شويه ونشوف اداؤه عامل ازاي مع الاوتوكاد وال 3 دي ماكس وكمان الفوتوشوب والالستريتور. وما شاء الله فتحنا كلهم مع بعض وجربنا حاجه وما شاء الله ما هنكش معانا ولا ليج، وما شاء الله اداؤه كان سلس جدا. ودلوقتي جه ميعادنا لعيوب ومميزات اللابتوب ده. بس طبعا قبل ما اقول لك العيوب ومميزات ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناه عشان انا بقدم لك محتوى كويس بخصوص اللابتوب، فما تبخلش عليا باللايك الجميل بتاعك والشير وكمان السبسكرايب. انا هقول لك العيوب ودي برده ما تعتبرش عيوب جامده. هقول لك برده اختلافه بينه وبين الجي 5 العادي. الجي 5 العادي تقدر تفك البطاريه برده تشتغل بالشاحن لمده طويله، وده دلوقتي ما بيعيبش اللابتوبات. كل اللابتوبات دلوقتي نازله ببطاريات بيلت ان ما تشتغلش وتركب زي بقيه الاجهزه. بس الميزه في اللابتوب الثاني ان هو بطاريته بتتشال وتتركب عادي، بس دي لازم تفك اللابتوب كله عشان تشيلها. وكمان في بنكين رامات بس غير النسخه الثانيه فيها 4 اماكن للرامات، وكمان بتشيل اس اس دي واحد بس، ودي برده مش معدله لان انا من الناس اللي بحب هارد واحد بس يبقى عليه كل داتي. يعني مثلا لو هارد 500 او هارد تيرا عليه داتك وخلاص الموضوع خلص. كمان الكيبورد بتاعه مش كامل، وده طبعا مش هيديلك كل اللي انت عايزه في لابتوب واحد. الكيبورد بتاعه مش كامل للناس اللي ما بتحبش الكيبورد الكامل، بتحب اللابتوبات تكون صغيره شويه، بتحب الهاف كيبورد. دي مش حاجه تعيب النسخه دي نسخه نازله بالكيبورد مش كامل. لو انت حابب الكيبورد الكامل هتضطر تشتري لابتوب تخين شويه وكمان وزنه تقيل، وكمان في الزراير اللي هي بتاعه الماوس. كارت الشاشه كمان هنا ثابت مش زي برده الجي 5 العادي. كارت الشاشه بتاع اللابتوب الثاني بيتشال ويتركب، بس طبعا دي حاجه برده ما تعبش اللابتوب. هما بينزل لك نسختين، نسخه وزنها خفيف شويه وفيها كارت شاشه اللي هو النفيديا ده ثابت على المذر بورد، وكمان فيها بنكين رامات وبتشيل هارد واحد وبطاريتها ثابته. انما النسخه الثانيه فيها بطاريه بتتشال وفيها كارت شاشه بيتشال برده ويتركب، وكمان فيها 4 اماكن للرامات وتقدر تركب فيها حوالي هاردين او 3. فدي النسخه دي ليها سعر ودي النسخه ليها سعر، ودي ليها ناسها ودي ليها ناسها، وكمان ما تعبش اللابتوب في حاجه. نيجي بقى لمميزات اللابتوب ده. احلى طبعا ميزه فيه ان هو لابتوب وزنه خفيف، شكله شيك، احلى من النسخه التخينه شويه. كمان ما فيهوش زراير هنا للتاتش باد، ودي احلى حاجه فيه برده. دي ميزه تحتسب لللابتوب ده ان هو ما فيهوش زراير في التاتش باد، وكمان وزنه خفيف شويه. تبريده برده ما شاء الله من ناحيتين تبريد كويس جدا، غير تبريد اللابتوب الثاني بيبقى غالبا من ورا الشاشه. لا تبريده هنا من الجنب، ان المروحتين دي بتطرد هواء سخن من هنا ودي بتطرد هواء سخن من هنا. كمان وزن اللابتوب ده هتلاقيه خفيف نوعا ما، اخف من اللابتوب الثاني، وكمان شكله اشيك، تحس ان هو لابتوب شكله حلو كده، وكمان وزنه خفيف ورفيع، فكل حاجه لايقه عليه. طبعا ده غير البروسيسور بتاعه النسخه الزيون ال 2186 ام، دي نسخه كويسه جدا. في نسخ منها 2176 ام وده برده ما بيفرقش كتير في الاداء، بتبقى حاجات بسيطه قوي انت مش هتحس بيها اصلا. وفي نسخ من اللابتوب ده بتنزل برامات 32، وفي نسخ بتنزل برامات 16، ودي ابجريدابل يعني انت ممكن تشيلها وتغيرها في اي وقت. ودلوقتي جه ميعادنا اننا نقول متوسط سعر اللابتوب ده. سعر اللابتوب ده في المتوسط في الايام دي برامات 16 والاس اس دي بتاعه 512 من 19000 الى 21000 على حسب في رامات 16 او 32 جيجا، او على حسب النسخه اللي معاك اذا كانت زيون او كانت اي 7، او على حسب المستورد والحاله اللي انت بتشتريها اذا كانت فرز اول او فرز ثاني. وبكده نكون خلصنا حلقتنا واتكلمنا عن الزد بوك الجي 5 الاستوديو. يا رب تكون الحلقه عجبتكم واتمنى اكون فدتكم. اشوفكم في الحلقه الجايه على خير. كان معاكم احمد من ميجا ستور.